أنه أبو خالد ما زالت لديه علاقات وطيدة بالعراق وبشخصيات عراقية، وساهمت في تغيير مجرى أحداث كثيرة، من ضمنهم عزة الدوري. عزة الدوري فجأة خرج لنا بخطاب أمام الناس يعتذر عن غزو الكويت. أول شيء، هل هذه المعلومة صحيحة؟ والله ما أدري، أنت غايص داخل يعني، ما شاء الله عليك. شو علاقتك بالموضوع هذا؟ طبعا أنت تعرف إحنا كانت عندنا مشكلة الشارع العربي والعالم، إنه دائما حتى تسمع أنت إن الكويت للآن جزء من العراق، والاحتلال بالتالي تم أن الكويت إحدى المحافظات للعراق عدل. ولما ما باقي من النظام والحكم في العراق إلا عزة الدوري كالرجل اللي هو المسؤول الأول عن مجلس إغاثة الثورة، عن حزب البعث. فأكون صادق معك، أنا كثير من الاتصالات أن الرجل يعني ندمان، كثير الندم الأحداث اللي صارت، ومع شخصيات وطنية عراقية. فقلت لهم قلت احنا عندنا مشكلة رئيسية للآن، ما طلع اعتذار أن الكويت، دولة الكويت دولة، يعني دولة الكويت دولة شقيقة ومستقلة وما شابه ذلك، حتى تلجم بعض الأطراف اللي تحاول تسبب فتنة. وهذه بالنسبة لي شيء مهم جدا لي والكويتيين، الدولة والدول الخليج والدول العربية والعالم لازم يعرف يعني أن لها أطماع، هذه أطماع لمصلحة، ولكن الحقيقة الكويت دولة مستقلة ودولة كيانها. فأحد الأطراف الأخوان بعلاقاتني إلى أن وصلنا هذا الموضوع، وأخذ له فترة طويلة على أساس أنه يطلع، أخذ له وقت. فأول ما طلع البيان وصلني. قبل لا يطلع البيان، تواصلك معهم كيف كان؟ قلت لك عن طريق قنوات عراقية. وش الجنسيات حقتها؟ عراقية وطنية، تحب العراق وتحب دول الخليج، وكانت ضد الاحتلال أساسا. وش كانت رسالتك لعزة الدوري؟ الرسالة هذه بالنسبة لنا مهمة. كنت تتوقع أنه عزة يتعامل معها؟ طبعا بالحديث أنا معاهم قلت المفروض أن القيادة العراقية يطلع منها هذا الحديث. يعني أنتم عندكم قناعة أن الكويت دولة مستقلة وفي خطأ جسيم صار، فليش ما طلع بيان من القيادة العراقية؟ وليش أنا أتكلم؟ أنا النظام الجديد اللي يجي لما يتكلم ما يهمني، أنا يهمني اللي احتل بلدي، وهذا يعتبر الرجل الثاني، والآن أصبح الرجل الأول، فيهمني أنه يطلع منه. والحقيقة سووا خدمة هي مو ضد عزة، هي لمصلحة العراق ومصلحة الكويت، مصلحة مشتركة احنا نبيها الحقيقة توصل. وهذه كانت من مسؤولياتي اللي أنا حاطها على عاتقي. زين، ممكن في جهود ثانية تكون، ولكن أول ما طلع البيان وصلني، حتى بلغت فيه قبل لا يطلع. فطبعا الارتباط هذا ارتباط مع وطنيين خدموا الكويت، لهم موقف مع الكويت أثناء الاحتلال، وهم اللي
لهم علاقة ارتباط، ويقولون أن القيادة العراقية وعزة الدوري كان يقول يعني هذا الرجل اللي ضحى وقدم وكذا، وهذا الفارس اللي موقفه مع بلده وقدم الكثير، احترامه وتقديره يزيد عندنا. كذلك الناس موجودة يعني لما تسمعهم ما هم بحاجة لي، ولكن يفتخرون في هذا الموقف. وقال تقديرنا لك زاد لموقفك البلدك اتجاه الاحتلال وما قمت فيه، احنا نعتز فيه. ترى كل رجال فيه خير شرواك. العلم الغانم والموقف الشجاع والفراسة هي تهمه إذا كان معدنه نظيف وبالمقابل أنه شريف. كنت تتوقع عزة الدوري يوافق على هذا الطلب؟ كان عندي أمل. وهم الحقيقة يعني. وهذا بيفتح لي سؤال آخر. عزة الدوري خلال تلك الفترة من يوم سقط صدام حسين وين كان؟ والله أنا أفتكر أنه كان في الشمال، وسمعت بعد أنه سافر الدولة عالج ورجع. وين كانت؟ ما أعرف. دولة عربية ولا غير عربية؟ لا غير عربية. غير عربية. إنه طلع ورجع بالشمال. في الشمال عز الدوري ترى له رجل صوفي وله علاقات كثيرة بالشمال. النقشبندية عند الأكراد مثلا. يعني وأنا قلت لك شوف. بعلمهم ولا تتوقع أنه مش بعلمهم؟ بعلم القيادة الكردية. شلون؟ إنه عزت كان في الشمال بعلم القيادة الكردية ولا كان في الشمال متخفي؟ ما أدري. توقعاتك؟ ما أدري. التوقع ما في ما أدري التوقع أعتقد أنه بناء على قراءة. أقول لك شيء ما عندي. المهم أنه حسب معلومات أنه بالشمال. وقلت لك أنا عز الدوري لما رجع من السعودية حاول يقابل اللي هو في اجتماع جدة. اي قابل الرئيس، ما قابل، قالوا له بالواجب. وصار الاحتلال ما يدري، دش الجيش الحرس الجمهوري الكويت وما يدري. هذه معلومة يعني حقيقة مو كلام. ها؟ هل تعتقد عز الدوري كان له تواصل مع جهات عربية؟ يجوز. دول؟ نعم. مثل مين؟ أنا قلت لك أنا ما لي اتصال مباشر، ولكن يعني شوف أنا ما أبي أدش بتفاصيل لأن أكو في أطراف ثانية. ولكن في